بعد الكيكة البرازيلية قررت أعمل كيكة الرمل، لأنه كيكة الرمل بالنسبة لي أحلى وألذ، وكمان لنا معاها ذكريات مرة حلوة. كل المقاسات حتكون بعلبة اللبن الزبادي. حطيت البيض والسكر والزيت والفانيليا، حطيت اللبن الزبادي والخل، خلطت كويس، ضفت الدقيق والبيكنج باودر، خلطت خلط يدوي، حطيتها بصينية مدهونة زيت، راحت على فرن حرارته 170 درجة مدة نص ساعة. حمرتها من فوق، سقيتها بالحليب المبخر، سقيتها بالحليب المكثف المحلى، وبدأت أحمص السميد الناعم. لو عندك سميد خشن كمان ينفع. حطيته على الوجه، وكمان حطيت زيادة حليب مكثف محلى، رشيت عليها سميد محموص مرة تانية، زينتها بالفراولة وقدمتها وهي دافية. هتستمتعوا بلذاذة الكيكة وطعمها الرائع. أنا عارفة الكيكة قديمة وكلنا نعرف طريقتها، بس أنا حبيت أني أنا أشارككم لأنها جدا رائعة.